سريع يعني. طبعا يعني عشان نبدا الكلام ان انا طبعا يعني كنت بمر في الفتره اللي فاتت بفتره صعبه جدا، ويمكن انا بعتبرها ان هي من اصعب الفترات اللي مريت بيها في حياتي كلها، لان انا عمري ما تواجدت مع فرقه وكنت ما بشاركش بصفه اساسيه وما كنتش يعني الحمد لله نجم من نجوم الفرقه. وانا بعتبر ان النجم لا يتجزأ، النجم لازم يكون بيشارك، ولازم يكون ليه مشاركه فعاله، وهو ده اللي ما كانش موجود الفتره اللي فاتت. لكن برضو عشان ناكد يعني الكلام اللي انا قلته قبل كده، ان انا تعرضت لظروف صعبه جدا في الموسم اللي فات. ظروف اهمها ان انا راجل جيت من اياكس بفورمه كويسه جدا، ان انا راجل اشارك على طول مع فرقتي اللي كانت مع نادي الزمالك، اللي هو كان الاول على الدوري فرق 6 بونت، وكان يعني الظروف مهيئه ان الواحد ينزل ويبقى كويس، ولكن فوجئت او صدمت من الخطا اللي حصل في قيدي، واللي انا لاول مره بعلنه للاعلاميين ان انا بعتبره خطا مقصود، ان هو ما كانش خطا غير مقصود، لان احنا يبقى كلنا ناس بنستعبط لو ان احنا نقول ان هو كان خطا غير مقصود، لان نفس الناس اللي عملت الخطا ده هي نفس الناس اللي عملت قيد سليم لمعظم اللاعبين اللي جم نادي الزمالك. ف المعلومات اللي جات لنا، ودي معلومات موثوق منها، ان في ناس قالت لبعض اعضاء مجلس الاداره ان هذا الخطا سيساعدهم على عدم الالتزام بدفع المستحقات الماليه لميدو لغايه ما مجلس ممدوح بيه عباس يرجع تاني. وهي دي كانت صدمتي الكبيره، ان الكلام ده يحصل معايا في البيت اللي انا اتربيت فيه، وفي المكان اللي انا يعني الناس كلها تعرف انا ضحيت بقد ايه عشان ابقى موجود هنا. وللناس ما تعرفوش ان انا رئيس نادي اياكس، وفرانك ديبور مدرب نادي اياكس الموسم اللي فات. والكلام ده يعني لو في حد يقدر يسال الصحافه الهولنديه، كانوا بيتحايلوا عليا عشان اكمل الموسم مع اياكس، لكن انا فضلت ان انا اجي هنا وان انا يحصل معايا خطا زي ده. وطبعا لو رجعتوا لمجلس الاداره السابق اكيد كلهم هينفوا الكلام ده، لكن انا بقول لكم المعلومات موثوق منها ان الخطا اللي حصل معايا الموسم اللي فات كان خطا مقصود. والدليل على كده كذا حاجه، ومعايا الورق والمستندات بالكلام ده. اول حاجه نفس الناس اللي عملت الخطا ده هي نفس الناس اللي عملت قيد سليم لمعظم اللاعبين او كل اللعيبه اللي جت. تاني حاجه ان نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك رفض ان هو يتكفل او يعني يتكفل بمستلزمات المحامين اللي كانوا شغالين في القضيه، وانا دفعت من جيبي الخاص 18000 يورو، ومعايا الورق والمستندات بطلب المحامين للفلوس وبرفض مجلس الاداره لسدادها. والحاجه الاخيره الاهم، ان اول كلام كان من مجلس الاداره معايا في تجديد عقدي او تعديل عقدي كان هو الطلب مني بالتنازل عن فلوس ال6 شهور اللي انا ما لعبتهمش. وده كان كلام الدكتور اسامه مليجي وباشمهندس طارق غنيم. اول كلام لما قعدوا معايا ان يا ميدو احنا بنطلب منك ان انت ما تاخدش ولا مليم لل6 شهور اللي فاتوا. وده شيء انا رفضته طبعا. الحاجه الاهم بعيدا عن الناحيه الادبيه والمعنويه، ان انا يحزن عليا ان انا احرك دعوه قضائيه ضد مجلس اداره نادي الزمالك، وهو ده السبب الوحيد اللي خلاني ان انا ما ارفعش دعوه قضائيه، لان الحقيقه بتقول ان الناس دي اهدرت 3 مليون جنيه من نادي الزمالك، لان 3 مليون جنيه دول اتضافوا وتعدلوا في عقدي في ال3 سنين. انا اسف ان انا بقول الكلام ده لاول مره، وده الكلام ده لكن الكلام ده هو حق ربنا، وان انا راجل لو سكت عن الكلام ده راجل انا بستهين في حق نفسي. طب يا كابتن، هم ليه خدوا خطوه التعاقد معاك من البدايه؟ لان كابتن حسام وكابتن ابراهيم كانوا مشترطين ان هم عمرهم ما هيقعدوا في نادي الزمالك الا لما ميدو يبقى موجود. يعني كان في ضغوط من الجهاز الفني. طبعا حسام وابراهيم يعلموا تماما ان هم اكتر ناس يعلموا ان الخطا اللي حصل معايا ده كان خطا مقصود. انت عرفت امتى بالظبط يا كابتن بالتحديد؟ عرفت بعديها على طول ب3 اسابيع.
وعرفنا ان للاسف في احد المحاميين واحد الوكلاء قال لهم ان دي ممكن تبقى طريقه للضغط على ميدو وعدم طلب مستحقاته، لغايه ما كان ساعتها لو تفتكروا كان مجلس ممدوح بيه عباس هيرجع في شهر 5. فيعني حاجه تحزن ان حاجه زي دي تحصل معايا، لكن بكل اسف انا بقول لكم ان هي دي الحقيقه. واي حد يتخيل ان ممكن يحصل خطا في قيد لاعب لمده 4 ايام، يعني لمده 4 ايام نادي ميدلسبرا بيبعت والاتحاد الدولي والاتحاد المصري بيبعت لنادي الزمالك بيقول ان في خطا في، يعني انا لو انتوا شفتوا مدى سهوله اجراءات القيد على التي ام اس هتعرفوا انا بقول لكم ايه. دي خانات والخانه بتقول لك حط عقد اللعيب، بتحط عقد اللعيب. الخانه بتقول لك حط العقد ما بين الانديه، حط عقد ما بين الانديه. حط العقد الموثق في الاتحاد الكره، حطه خلاص اللعيب اتقيد في ظرف، يعني الاجراءات لا تتعدى الدقيقتين، يعني في ظرف دقيقتين بيكون الاجراءات خلصت. وعلى فكره الاتحاد الدولي عمل النظام التي ام اس ده عشان يسهل على الانديه اجراءات القيد، مش غلط. والكلام اللي انا بقوله يعني انا يعني اكبر كان تاكيد ليه عليا بخلاف المعلومات اللي وصلت لي ان اول كلام مجلس الاداره قاله لما رجع ان تنازل عن الفلوس على 6 شهور. ما حاولتش تواجه اعضاء المجلس بالمعلومات اللي وصلت لك؟ لا اصل هو خلاص كان احنا كلنا بنحاول نحل، وانا كنت بحاول احل. وعلى فكره اهو يعني هم بعد ما لقوني في فتره من فترات ان انا مصر ان انا العب مع الزمالك في الموسم اللي فات، ناس جالها في ناس منهم حاولوا ان هم يحلوا المشكله، لان هم ابتدوا يتداركوا ايه حجم المشكله اللي حصل. والكلام اللي انا بقوله ان لو كان انا راجل عندي اي نيه سيئه للناس دي، لو كان اي محامي مع احترامي يعني بربع جنيه كان ممكن يرفع دعوه قضائيه في نيابه الاموال العامه ان الناس دي هدرت على نادي الزمالك 3 مليون جنيه. كابتن طب انت ما رضيتش تفكر في نادي الزمالك؟ انا ما رضيتش لان انا عمري ما اتخيل ان انا ابدا ارفع دعوه قضائيه تودي الزمالك المحاكم البلدي. يعني عمري في حياتي ان انا ما اتخيل كده. كابتن كان في اجماع من المجلس ولا في شخص معين هو لا كان في بعض الاشخاص من المجلس. في اشخاص معينه كان في بعض الاشخاص من المجلس، وللحقيقه تقال برضو انت كويس انت سالت السؤال ده ان كان في ناس في مجلس الاداره لا يعلموا اي شيء عن كل اللي بيحصل ده. طب ممكن نعرف مين اللي لا مفيش تأمين. انا بقول لك انا مفيش صراحه اكتر من كده، لكن انا بقول لكم ان انا ابقى راجل انا غلطان في حق نفسي وحق اولادي لو انا راجل ما طلعتش وقلت حق حقيقه ربنا قدام الاعلام. طب يا كابتن الشخص اللي كتب لا هو بعيد خلاص بلاش نشخص خلاص. لا مش قصدي كده، في اجراءات تمت ضده لان دي حاجه بيخسرها للنادي. لا مفيش اجراءات تمت ضده، بل بالعكس انا لقيت في يعني من ضمن الحاجات برضو اللي انا شفتها في خلال الشهر اللي فات، لقيت ان نادي الزمالك بيكرم الدكتور اشرف صبحي. يعني ده انا الشهر اللي فات شفتها وكان ده بيحصل. وبتساءل يعني الناس تفكر قبل ما تعمل حاجه. النهارده ما طلبتش ان الراجل ده، لان الكلام ده تم بوسيله الراجل ده، مش هو صاحب القرار لكن تم بوسيله الناس اللي شغاله معاه. فالناس اللي شغاله معاه منهم واحد لسه شغال في نادي الزمالك، والتاني يعني الراجل الدكتور اشرف مش موجود، لكن فوجئت ان مجلس اداره نادي الزمالك بيكرمه. فيعني انا ما طلبتش ان الراجل، على فكره عمري ما طلبت ان هو راجل يتاذي او ان هو يمشي من النادي، وبالعكس انا كنت اول واحد حريص ان انا احميهم زي ما انتم عارفين في الاعلام وحميتهم، وعمري ما جبت سيره الكلام ده. لكن جه التوقيت المناسب اللي لازم الناس كلها تعرف ان قيدي كان بخطا مقصود. ويعني لو شفتوا زي ما بقول لكم يعني عشان اخر حاجه نتكلم عليها، سهوله اجراءات القيد بالظبط زي ما انت بتكتب اسمك. طب انت شايف كابتن الخطا ده ادى لضياع؟ احنا خلينا نخش في حاجه ثانيه. انا بتكلم في بطوله الدوري الموسم اللي فات، انت شايف ان عدم مشاركتك مع الفريق الموسم الماضي تسبب بشكل مباشر ان الدوري يضيع على الزمالك؟ كان اسهل دوري الفريق يحصل عليه. يعني هو ده مش كلام اقدر انا اقوله، لكن كابتن حسام حسن الراجل المدير الفني اللي كان موجود هو راح طلع انا لو كان معايا ميدو السنه اللي فاتت كنت خدت بطوله الدوري. لكن انا مش عايز احكم ضياع الدوري بيها، لان كان عندنا لعيبه ثانيه موجوده ولاعيبه ادت اللي عليها والجهاز ادى اللي عليه وكل الناس. لكن اكيد النهارده كل فرقه بتعتمد على اللعيبه الكبار اللي عندها والنجوم اللي عندها، لو اللعيبه مش موجوده اكيد هتاثر عليها. خلينا نخش في نقطه ثانيه بقى. لا في نقطه عايز تقول ان ممكن نقول بلاش ان هو انت ما فرقتش، لكن النيه السيئه دي ادت لضياع الدوري. النيه السيئه كانت موجوده من
الظلم ده تعرضك للظلم، ده ظلم الزمالك كله، جماهيره ولاعبينه. وبرضه يعني من ضمن الكلام اللي انا لازم اقوله ان احد اسباب ضياع الدوري هو الظلم اللي تعرض ليه حسام حسن وابراهيم حسن داخل هذا النادي، وان هم الناس دي اخلصوا اخلاص كبير جدا لنادي الزمالك وجمهوره وعملوا المستحيل عشان يحاولوا ان هم يحولوا نادي الزمالك من نادي يعني كان في مشاكل كتيره جدا ان هم يحاولوا ان هم يوصلوا الفرقه ان هي تنافس على بطوله الدوري لغايه اخر اسبوع، وكان الرد عليهم ان هم يعني ان هم الناس يعني بعيدا عن القرار ان هم مشوا، لكن من ضمن الاسباب انا شايف ان هم الظلم اللي هم تعرضوا له. طب يا كابتن اتكلمنا بقى عن برنامج الفتره الاخيره، عايزين نعرف اسم الطبيب. لا هو انا مش هقدر اتكلم معاك على الديتيلز، لكن الحاجه الرئيسيه ان انا راجل يعني انا نتكلم عن النقطه دي بالذات، ان انا راجل فعلا كان وزني زايد، وكان راجل زي ما انتم شايفين ان انا راجل ما كنتش مؤهل ان انا اشارك، وكان عندي خيارات كتيره. كان عندي خيار ان انا راجل احاول ان انا اعمل مشاكل جوه الفرقه واسبب مشاكل للجهاز، ودي حاجه انا راجل عمري في حياتي ما فكرت ان انا اعملها. والجهاز يعني الناس تسال ان انا راجل عمري في حياتي رغم ان انا كان الموقف صعب جدا عليا، ان انا في وقت من الاوقات كنت بقوم اسخن ولاعيبه صغيره بتنزل وانا ما بنزلش، وفي وقت من الاوقات كنا بنبقى كسبانين وانا ما بنزلش، ووقت احنا خسرانين وما بنزلش. لكن احترامي للكابتن حسن شحاته والكابتن اسماعيل يوسف يمنعني ان انا اتسبب لهم في اي مشاكل داخل نادي الزمالك. كابتن معلش، هل مثلا الكابتن حسن شحاته ما كانش مثلا عايز يدفع حضرتك انت تاريخك المعروف يعني؟ لا يعني انا حفاظا على طبعا ما هو من ضمن النقطه اللي انا كنت جاي لها ان انا كابتن حسن، ان انا بشكر الكابتن حسن والكابتن اسماعيل ان هم ناس ما حرقونيش بلغه الكوره في وقت انا ما كنتش جاهز فيه، وبحترمهم، وان هم يعني ناس بحترمهم ان هم ناس ادوني الفرصه ان انا اقدر ان انا اروح لوحدي وان انا اجهز نفسي لوحدي، وفي نفس الوقت ما عنديش اي شك في ان انا الحمد لله بعد المستوى البدني اللي انا وصلت له. ابراهيم يعني ما عنديش اي شك ان الناس دي في الفتره الجايه هتقف جنبي، وان انا في خططها الفنيه ان انا اكون بشارك الفتره الجايه بصفه اساسيه في نادي الزمالك، لان هو ده الوضع الطبيعي وانا جاهز، هو ده الوضع الطبيعي ان انا ابقى موجود، وبلتمس لهم كل العذر ان هم ما شاركونيش في الفتره اللي فاتت، وبشكرهم في نفس الوقت. ده ميدو ده اللي احنا بنعرفه. كابتن اتاكد الفتره اللي حضرتك عشان في البرنامج اقوي كتير، ميدو بره القاهره يعمل عمليه، ميدو في القاهره، يعني في انجلترا عامل هنا ولا فين؟ لا حضرتك انا اول حاجه عشان اللي اتقال ان ميدو كان عنده واخد برنامج اسبوعين بس وبيطلب اسبوع زياده بتاع، لا من اول يوم الطلب كان من الكابتن حسن 4 اسابيع، والاربع اسابيع دي كانت تخلص لو تيجي تحسبها من يوم ماتش الاتحاد يوم 14، ولكن للاسف يوم 14 كانت فرقه نادي الزمالك سافرت، فانا اضطريت استنى لغايه لما الناس ترجع من افريقيا، واول ما رجعوا من افريقيا في اول تمرينه كنت موجود، فهو انا ما اتاخرتش ولا يوم عنهم. انا سافرت حضرتك انجلترا، قعدت اسبوعين مع الراجل، وبعد كده الراجل الانجليزي جه معايا، قعدت في مكان اسمه مكادي بعد الغردقه، وكنت بتدرب يعني على فترتين، الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. وعلى فكره الراجل اللي جه ده مش دكتور تخسيس ولا حاجه، ده هو الراجل بتاع لياقه بدنيه، شغلته الرئيسيه ان هو يوصلك لاحسن فورمه بدنيه من ناحيه اللياقه ومن ناحيه الوزن ومن ناحيه حاجات كتيره جدا. والراجل ده انا اشتغلت معاه فتره قبل كده، اللي هي الفتره بتاعت قبل ما ارجع الموسم اللي انا تألقت فيه مع توتنهام، اللي هو اعتقد موسم 2005 2006 قبل انضمامك للتوتنهام. لا بعد ما 6 شهور من انضمامي لتوتنهام، بعد 6 شهور اللي هو الموسم اللي انا جبت فيه. لا بلاش ان هو الراجل حتى يعني ما بيفضلش ان هو حد يقول اسمه كده. كابتن، هل الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني بطوله افريقيا، هل اتكلمت مع الجهاز الفني ان تبقى اعتقد يعني كده؟ والله لا مش محتاجه. انا اعتقد والله كابتن حسن شحاته يعني هو اكثر حرصا من حضرتك ان ميدو يبقى موجود في. والله سيادتك يعني طلعت اقاويل كتيره في وقت من الاوقات اول ما كابتن حسن جه ان ميدو مشاكل ما بين حسن شحاته وميدو، الكلام ده مش موجود. الراجل ده انا راجل بحترمه جدا، وبحترم الكابتن اسماعيل جدا على فكره، واحب اقول يعني ان كابتن اسماعيل من اكتر الناس اللي لعبت دور
في رجوعي مره ثانيه للشكل الكويس، ان هو الراجل يعني بيساندني كويس جدا. ويعني ما فيش النهارده، ما فيش اي سؤال النهارده لو سالت كابتن حسن يعني ميدو وهو جاهز يلعب ولا ما بيلعبش، الراجل هيبقى رده صريح ان هو يتمنى ان كل اللعيبه الكبار اللي معاه تبقى جاهزه. ايه كلام الجهاز لحضرتك بعد ما رجعت يعني؟ وهل راضيين على البرنامج؟ لا الناس الحمد لله انا وسالتهم. كابتن حسن مبسوط جدا، وانا لمست قد ايه ان الجهاز يعني مبسوطين والناس عايزين ان انا اظهر بصوره كويسه، وهو ده اللي كانوا هم حريصين عليه اسف ان هم ما يدخلونيش الملعب الا وانا شكلي يليق باسمي ويليق باسم نادي الزمالك. كابتن شايف ان انت سيء الحظ ان انت رجعت في فتره المسابقه المحليه متوقفه في بطوله الدوري؟ لا انا هفضل ان شاء الله محافظ ايا كانت الظروف، سواء الدوري رجع او ما رجعش انا محافظ، ومش معقوله بعد التعب كله اللي انا تعبته الفتره اللي فاتت دي، لان انا تعبت جدا الفتره اللي فاتت دي ان انا ارجع تاني يعني يحصل حاجه. لكن السبب الرئيسي اللي انا بقول لك اللي انا الوقت اللي انا اتخنت فيه ما كان بعيدا عن عدم التدريب، كان لحاله نفسيه من العمل الاول. كابتن في الفترة اللي انت بعدت فيها قال كلام ان مجلس الإدارة طلب منك ان انت يتم خصم المستحقات اللي انت ما لعبتش فيها في الفترة اللي فاتت والكلام ده كله. ايه حقيقة الموضوع؟ مجلس الإدارة الناس كلها محترمة جدا، وبالعكس الناس كلها كانت بتتكلم وتسأل عليا والناس بتساندني، والناس كلهم مستنيين ان ميدو يرجع، يعني مش قادرين يسالوا ان هم يشوفوا ميدو بشكل كويس جوه الملعب مع نادي الزمالك، لان هم كلهم على فكرة علاقتي بيهم كويسة جدا، والناس يعني كلهم زي ما بقول لك مش مستني يعني كلهم، يعني حتى في اعضاء مجلس الاداره كانوا بيكلموني عايزين يجوا النهارده التمرين وعايزين يجوا امبارح التمرين عشان نفسهم ان هم يشوفوني جوه الملعب بشكل كويس. فالناس عمرها ما طلبت الكلام ده. كابتن اتقال برضه في بعض الجرايد ان حضرتك يعني بسبب الغاء الدوري، يعني الدوري لو اتلغى او حاجه زي كده ان حضرتك كان بتفكر انك تخرج بره تاني. بس انا متمسك بنادي الزمالك وعمري في حياتي ومن اول ما جيت نادي الزمالك رغم كل الظروف والحاجات اللي انا تعرضت لها الا ان انا عمري ما فكرت ان انا امشي. وزي ما قلت لك انا مش عايز اهرب من القصه، انا راجل بواجه المشاكل اللي انا فيها، وكانت اول مواجهه ان انا كان لازم ان انا ارجع لحاله بدنيه كويسه قبل ما ابتدي يعني التحدي مع نفسي، والحمد لله انا اعتقد ان انا عديت اصعب حاجه، والكوره طبعا ما فيش مشكله. كابتن شايف الدوري هيكمل ولا المشوار ده، ولا انت ايه رايك في رجاء الدوري والاستمرار المنتظم مع والله حضرتك انا رايي ان الناس للاسف بتحاول تدخل كل حاجه في بعض، فبشوف ناس بتقول ان هم ما ينفعش الدوري يرجع قبل ما يرجع حق الشهداء، وبشوف ناس بتقول كلام كتير جدا يعني لازم الناس تفصل بين كل حاجه. انا شايف ان طبيعي ان من حق الناس كلها ان هي تطالب ان حق الناس اللي ماتت دي يرجع، لان مش طبيعي ان النهارده في اي دوله محترمه في العالم او في اي حته في الدنيا ان ناس شباب صغيره تروح تتفرج على ماتش كوره وترجع في توابيت، فهي صدمه للناس كلها. لكن لازم يعني يتم الفصل ما بين استئناف النشاط الرياضي في مصر وما بين استرجاع حق الشهداء. ليه؟ لان النهارده خلينا نقول ان لو فضلت القضيه دي قدام القضاء لمده سنتين، هل النشاط الرياضي في مصر هيقف لمده سنتين؟ لازم الناس تبقى يعني عقلانيه في طلبها. والحاجه الثانيه اللي انا بحب اطلبها من ناس كتيره جدا، الناس اللي بتطالب بعدم استئناف الدوري او توقف النشاط الرياضي في مصر، الناس اللي شغاله جوه المجال ده، انا بطلب منهم ان هم زي ما بيقولوا كده ان هم ما ياخدوش مستحقاتهم لغايه ما الدوري يرجع. ولو في بني ادم فيهم وافق ان هو ما ياخدش مستحقاته لغايه ما الدوري يرجع، ابقى انا راجل اللي انا ما اعرفش حاجه. دي نمره واحد. نمره اثنين، ايه ذنب اللعيبه اللي بتلعب في الممتاز ب والدرجه الثالثه اللي بتاخد 500 جنيه و1000 جنيه في الشهر والنهارده مش لاقيين شغلانه يشتغلوها، وفي بعض الانديه جمدت النشاط واللعيبه دي شغاله شغلانات ثانيه لا تليق ابدا ان لعيب كره قدم يشتغلها، رغم ان مفيش طبعا عيب في الشغل في اي حاجه. فلازم الناس تفكر بشكل كويس. وبعدين الحاجه الاخيره، مش عايز الناس برضو تقول ان ميدو بيقول كده عشان خاطر هو رجع لمستوى بدني كويس. لا، لكن انا اقول لك حاجه، انا مع حب من علاء الدوري ما يتلعبش. انا راجل موجود وباخد فلوسي والناس كلها موجوده، يعني فاهمني؟ كلنا لازم نبقى نحط نفسنا قدام امر الواقع، والناس اللي بتطالب بمطالب لازم يعني يكونوا عقلانيين في مطالبهم.
من حق الناس كلها. وبعدين الحاجه اللي تحزن، يعني من اكتر الحاجات اللي تحزن ان النهارده للاسف بعد ما حصل في بورسعيد والكارثه اللي حصلت في بورسعيد دي بدل ما الناس تحاول تدور على ايه اللي وصلنا لكده، لقيت للاسف في ناس كتيره جدا بتحاول ان هي تتهافت ان هي تستغل موقف او مرض استغلال الموقف. فلقيت ناس عامله وقفه وناس عامله قاعده وناس و100 لعيب طلعوا اعتزلوا وبعد كده رجعوا في كلامهم. فهل طبيعي في الدنيا ان تحصل مصيبه زي دي وبدل ما ندور على ايه اللي وصلنا لكده نحاول ان احنا رغم ان الناس لسه يعني دمها دافي زي ما بيقولوا ان احنا لسه بنحاول نتمنظر عليهم، بنتمنظر على الناس اللي لسه ميته، وناس بتحاول ان هي تاخد بونت على ناس لسه ميته وعلى اهالي ناس ميته، وانتم طبعا عارفين انا بتكلم في ايه. والناس والكلام ده حصل. وبدل النهارده ما ندور يعني ايه ازاي نقدر نرجع الحياه تاني لمصر، ان احنا يبقى عندنا امن محترم، ان احنا يبقى عندنا ندور على شركه مدنيه تدير الامن للمباريات، ان احنا يبقى عندنا اتحاد كره محترم ما فيهوش كميه الفساد اللي كان موجود في اتحاد الكره اللي قبل كده، ان احنا يبقى عندنا اعلام يعني اعلام فعلا محترم. ما ينفعش النهارده يعني من ضمن الحاجات اللي انا بطالبها واتمنى ان صوتي يوصل، بطالب نواب مجلس الشعب ان هم لازم يبقى من اولوياتهم ان تطهير الاعلام الرياضي، ويبقى فيه اوامر من اصحاب القنوات الخاصه ان مقدمين البرامج ما يشتغلوش الا في استراتيجيه القناه. يعني ما ينفعش النهارده من ضمن الحاجات اللي وصلتنا للكارثه اللي احنا فيها ان كل مقدم برنامج مخصص نص الحلقه للسياسه وغير السياسه، ان هو يعني يشتم في مقدم برامج تاني، وان هو يعني انا قعدت اتفرجت على مقدم برامج لمده اسبوع كامل كل يوم بيدخل العضو المنتدب بتاع القناه بيتكلم عن مشكلته مع مجلس اداره نادي الشرقيه. اسبوع كامل كل يوم. هو صاحب القناه؟ يعني هو العضو المنتدب في القناه. فالنهارده يعني رساله الى نواب مجلس الشعب زي ما انتم بتحاولوا تطهروا حاجات كتيره في مصر، ان تبقى من اولوياتكم تطهير الاعلام الرياضي، وان احنا ازاي ندور بدل ما نقعد نتمنظر على بعض وكل واحد عايز يعمل منظر ويعمل مشهد سينمائي عشان خاطر الناس تحبه اكتر شويه، ان احنا ندور ايه اللي وصلنا لكده. وقبل ما نقول احنا مش عايزين الدوري يرجع الا لما حق الشهداء يرجع، نقول برضو ان احنا مش عايزين الدوري يرجع الا ما كل الغلطات اللي كانت عندنا الفتره اللي فاتت ما تبقاش موجوده. طب تقول ايه لجماهير الكوره كابتن ميدو بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت دي؟ في كده مش على المؤتمر تعالى يا شيكا بقول لك يا كابتن، كنت عايز بقول لك الحمد لله على السلامه. ظهر بيك الفريق في بطوله افريقيا بعد اول مباراه ما لعبنا. طبعا هو الماتش كان صعب اتفرجت عليه. الجو كان صعب جدا والنجيله كانت عاليه، ودايما في افريقيا احنا مرينا بالظروف دي بتبقى ظروف صعبه جدا، لكن الحمد لله النتيجه ايجابيه وان شاء الله نقدر نعمل ماتش كويس ماتش النهارده. انت عارف طبعا يا كابتن ان مشوار الزمالك مش سهل في البطوله، يعني في ايام بعد كده افريقيا سبورت، في برضه ايام الفرق بين المغرب وتونس. شايف انت مقومات الفريق في الفتره دي من لاعبين وجهاز فني طموحهم يساوي المنافسه على البطوله او عندهم طموح فعلا يفوز بالبطوله؟ يعني انا شايف ان نادي الزمالك لما يجي يلعب اي مباراه في افريقيا لازم يبقى الفريق الثاني هو اللي عامل لنا حساب، عشان خاطر مش عشان خاطر اسامي اللعيبه اللي موجوده، لا عشان خاطر اسم نادي الزمالك في افريقيا. وعلى فكره لو رحت اي حته في افريقيا هتلاقي اكتر نادي في افريقيا الناس كلها عارفاه هو نادي الزمالك. الكلام ده انا بقول لك من واحنا بنروح افريقيا بنروح عندنا 14 سنه. كابتن خلال تواجدك في انجلترا الاحداث بتاعت بورسعيد دي يعني كنا حريصين ان احنا مثلا نتابع الصحف الانجليزيه علشان نشوف حضرتك اديت بأي تصريح، كان في تحفظ من جنبك في الموضوع؟ لا ما كانش في تحفظ. انا بكل امانه وبقول لك فعلا بكل امانه انا يعني بعيدا عن الصدمه اللي انا كنت فيها من ان الكلام ده ممكن يحصل في ماتش كوره، انا كنت قرفان من كميه الناس اللي هي بتحاول ان هي تاخد بونت على الموقف، ومرض استغلال الموقف ومرض استغلال الحدث. زي ما شفنا ناس كتيره جدا بتحاول تعمل حاجات يعني زياده يعني حرام تبقى لسه الناس ميته واهالي الناس دي لسه
لسه ما فيش حد فيهم فايق يتكلم، واللي طالع بيعمل كذا واللي طالع بيعمل كذا واللي طالع بيعمل كذا، وهو دي من ضمن الحاجات اللي وصلتنا للكارثه اللي احنا فيها دي. خلاص؟ طب في انت حضرتك برضه شايف ان في اسباب للاحداث اللي حصلت بتاع بورسعيد من وجهه نظرك الشخصيه، في اسباب ليها يعني، في مقدمات؟ طبعا في اسباب ليها، اسبابها الرئيسيه ان هو في ناس بقى لها فتره كبيره جدا من ساعه الثوره بتحاول تهد الامن في مصر، وشغلها الشاغل انها تهد الامن في مصر، فالنهارده الامن بقى في موقف يعني لا يحسد عليه، لان النهارده بيتدخل الناس بتقول ان الامن بيتجنى على الشعب والناس وكذا وكذا، ما بيتدخلش، الناس بتقول الناس ما بتشوفش شغلها. يعني وصلنا دي نقطه، النقطه الرئيسيه الاهم ان اللي كان بيحصل من الجماهير ومن الالتراس في السنين اللي فاتوا ما كانش فيه رادع للكلام اللي بيحصل. لما مش عايز اقول مواقف، لما ناس حرقت في ناس ببنزين وولعت فيه، لما ناس حرقت في ميكروباص وناس كانت هتموت، لما ناس في مباراه غزل المحله تنزل نفس النزله برضو بتاعت ماتش المصري، والاقي والناس تاخد 6 ماتشات تقريبا من غير جمهور، صح؟ 3 ماتشات. طيب 3 بقوا 2. طيب 3 بقوا 2، ورغم ان هم 3 بقوا 2 الاقي احد مقدمين البرامج الشهير مستضيف كابتن ابراهيم يوسف رئيس نادي غزل المحله وطالع المدير الفني ورئيس النادي، وبيقولوا ازاي ياخدوا 3 ماتشات، ده ظلم، والراجل بعضمه لسانه بيقول ده ظلم، وبعد احداث بورسعيد بيقول كلام تاني خالص. هو ده اللي وصلنا للكارثه اللي احنا فيه. فما كانش فيه نظام وكان فيه، انا بقول ان كان فيه جبن من الاتحاد المصري، وجبن في قرارات الاتحاد المصري ان هي تواجه اللي حصل من الجمهور في اخر سنه. الحاجه الرئيسيه انا عايز اقول لكم ان احد جماهير اياكس قدام في ماتش ازد القمار نزل وحاول يتعدى على حارس مرمى ازد القمار، تمت الغاء المباراه، والراجل ده خد حكم ان هو ما يخشش اي مباريات لمده 30 سنه، واتحبس 6 شهور. مشجع رومان خد 3 سنين. يعني في مواقف كتيره جدا. النهارده قدام الناحيه الثانيه الناس تعمل كده، تاخد 3 ماتشات وينزلوا بقى ماتشين، والاعلام طالع بيقول ده ظلم. انهي ظلم؟ يعني ايه جمهور ينزل الملعب عشان خاطر ايه؟ حضرتك شايف الشكل الامثل لعوده الدوري ايه لو هذا؟ الشكل الامثل لعوده الدوري ان لازم اول حاجه يحصل تغيير جذري في لجنه الحكام، ولازم الناس تشوف وجوه حكام جديده لا تعلم هويتها ولا تعلم انتمائها للنادي، ده نمره 1. نمره 2 لازم نجيب شركه مدنيه تدير المباريات وتدير امن المباريات زي ما بيحصل في كل حته في الدنيا. والنمره 3 ان لازم يحصل ترشيد للجمهور في ازاي ان احنا نحترم بعض، وازاي ان احنا نروح الماتش نشجع فريقنا بس. واضرب مثل بالانجلترا، ان انجلترا طول عمرها كان فيها الهوليجانز دول اقل خناقه بينهم، اقل خناقه كان بيموت 50 واحد، ده اقل خناقه. تمام؟ وصل النظام في انجلترا ان لما جم في الواقعه بتاعت جماهير نيوكاسل، ناس قالت حاجه ان الاسلام دين ارهاب وميدو ارهابي وكذا وكذا وبتاع، عرفوهم يعني من كتر النظام عرفوهم بالشكل. 15 واحد اتمنعوا من الدخول لغايه اخر الموسم، وغرامه 15,000 جنيه استرليني على نادي نيوكاسل. عرفوهم بالشكل رغم ان ده كان هتاف جماعي، عرفوا مين اللي بدا الهتاف. يعني ما بنقولش ان احنا نوصل لكده، لكن على الاقل يبقى في ترشيد بس. طب نصيحتك ايه يا كابتن ميدو لجماهير الكوره في مصر بشكل عام؟ هو اللي انا قلته ان احنا نروح الماتشات نشجع فرقتنا بس، وما بقاش في تعصب، وما ننسقش ورا ناس بتجرنا في بلوه ثانيه خالص. يعني هو ده نصيحتي. بقول لك عايز قانون يمنع اي حد ينزل الملعب، عايز تشريع من مجلس الشعب او من الدوله انهم يعاقبوا اي حد ينزل الملعب. قانون اتحاد الكوره يا باشا، اتحاد الكوره ده قانون اتحاد الكوره، وده اصلا قانون موجود طول عمرنا عارفين ان اي حد بينزل الملعب بتحصل عقوبات وكذا وكذا. لا الشخص انما النهارده حضرتك لما يجي اتحاد الكوره يعمل عقوبات على نادي، تمام، ويطلع الاعلام يقول ان هو لا العقوبات دي ظلم، يعني ويتم تخفيضها، ويتقال ان الماتشات تلعب من غير جمهور، وبعد كده شويه عيال يروحوا يحاولوا يخشوا فيخشوا برضه، وبعدين رغم كده ما يحصلش عقوبات، وبعد كده ان الناس تنادي ان لا لازم الماتشات تعمل بجمهور، لازم يبقى الجمهور رايح عارف ان هو لو غلط ولو خرج عن النص ان هو مش هيخش استاد كوره طول عمره في حياته،
وان هو ناديه هيحصل له خصم نقاط وان هو هيأثر على ناديه ساعتها ان مفيش حد يعمل حاجه غلط تاني ابدا. واهم حاجه ان انا في رايي ان لازم يحصل تامين المباريات من شركه مدنيه ويكون الافراد هذه افراد الامن مدنيين. يعني دي نقطه مهمه جدا. في مشكله بالنسبه لمستحقات ميدو؟ لا مفيش. هو عمري في حياتي ولا عمري ولا كابتن معسكر نادي الزمالك بعد المباراه اللي جايه هيبقى اتجاهه فين؟ لسه والله ما كانش